ما في صلاة اسمها صلاة شفع. يا عم شوف انت بتألف جايب دين جديد حضرتك يعني؟ امال ان احنا بنصليه طول الليل والنهار ده ايه من اول ما اتولدنا لحد دلوقتي؟ اسمعني عشان هتسمع كلام في غاية الأهمية. وبعدين في سؤال تاني برضو هتسمعه مني دلوقتي، الوتر اصليه امتى؟ هل اصليه مع التراويح ولا اصليه مع التهجد؟ انا عاوزك تصلي عليه عليه الصلاه والسلام تحت في التعليقات عشان فيديو مهم ده جدا دوت يوصل لغيرك. ما تنساش دايما ان الدل على خير كفاعله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتسمع ناس يقول لك ايه، احنا بعد ما نخلص التراويح بنصلي الشفع والوتر. كل يوم بنصلي شفع ووتر، حتى في غير رمضان بصلي العشاء وبعد كده بصلي بعدها الشفع والوتر. مفيش حاجه اسمها اصلا صلاه شفع يا حبيبي. ايوه يعني ايه اللي بيصلوه طب دوت؟ بص كده بالراحه كده عشان تبقى فاهم يعني ايه شفع. الشفع يعني حاجه مجوز، اتنين يعني شفع. الوتر يعني حاجه مفرد. يعني ايه برضه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث عشان بس تفهم قصدي ايه، قال صلى الله عليه وسلم صلاه، يا عم صلى عليه الصلاه والسلام، قال صلاه الليل مثنى مثنى. يعني لما تيجي تصلي بالليل صلي ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، وهكذا. صلاه الليل مثنى مثنى. فاذا خشي الصبح، يعني لو انت خفت ان الفجر يأذن وانت بتصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين وسرحت، فاذا خشي الصبح فليوتر بواحده، فتصلي الوتر. هي دي. يبقى الوتر عندنا يعني مفرد، والشفع عندنا يعني مجوز. حلو، ماشي حلو كده. يبقى مفيش عندنا حاجه اسمها صلاه الشفع. امال اللي بنصليه في رمضان ده بس اسمه عم شريف، اسمه وتر. بس الوتر ليه هيئتين. يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي لما بتيجي تصلي التراويح بنصلي 11 ركعه، ركز جدا في الكلام المهم ده، بنصلي 11 ركعه، ركعتين ونسلم، ركعتين ونسلم، ركعتين ونسلم، ركعتين ونسلم، كده كام؟ 2 في 4 ب 8. هيبقى 3 ركعات، اما تصلي ركعتين وتسلم فبرضه دوت من قيام الليل عادي، بس مش بقى شفع، ما هو ده اسمه شفع، وركعتين شفع، وركعتين دول شفع. اي ركعتين اسمهم شفع، اي ركعتين عشان هم مجوز فاسمهم شفع. لكن صلاه بعينها اسمها بنصلي شفع، مفيش حاجه اسمها كده. زي بنصلي ضحى، في حاجه اسمها ضحى، في حاجه اسمها وتر، في حاجه اسمها سنه فجر، لكن في حاجه اسمها شفع. ما ده كله اصلا المجوز ده كله شفع شفع شفع. لكن اللي بتتصلى مفرد اسمها ايه؟ وتر، جايه من وتر واحده يعني. اما الوتر انك انت بتصليها ركعه لوحدها بتشهد واحد في الاخر لوحدها كده، او انك انت تصلي الوتر بهيئه معينه، 3 ركعات في الاخر تشهد واحد. بتصلي الوتر ب3 ركعات في الاخر تشهد واحد، بس ما تعملش ال3 ركعات زي صلاه المغرب، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال اوتروا ب3 ولا تشبهوا بالمغرب، يعني في المغرب بتصلي ركعه والثانيه وتقول تشهد اوسط، صح كده؟ وبعد كده بتقوم من الركعه الثالثه وبعد كده بتقول تشهد كامل. فصلاه الوتر ما تعملش زي صلاه المغرب، عشان في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعمل ايه يا عم شريف؟ تصلي 3 ركعات بتشهد واحد بس في الاخر. حلو. صلاه الوتر بقى نصليها امتى؟ هل اصلي الوتر مع التهجد ولا اصليها في اول الليل مع التراويح مع الامام بعد صلاه العشاء بنصلي التراويح؟ انت الافضل انك انت تصليها دايما في اخر الليل. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يا عم صلى عليه الصلاه والسلام، قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. الله يبارك لك، ركز في الكلام ده مهم جدا. اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وترا يعني اخر حاجه تصليها دايما الوتر. يعني هل ده في نهي ان انا اصلي في الاول؟ لا، ما فيش نهي، لكن بقول لك الافضل انك تعمل كده. فانت دلوقتي لو صليت مع الامام العشاء وبعد كده صليت سنه العشاء وبعد كده صليت التراويح مع الامام، فلو الامام في العشر الاواخر دول بيصلي الوتر، لان بعض المساجد في العشر الاواخر بيقول لك احنا يا جماعه هنخلي الوتر في الاخر مع التهجد، هتلاقي في بعض المساجد يقول لك لا احنا هنصلي دلوقتي الوتر بعد التراويح. فانت لو صليت التراويح وصليت الوتر مع الامام كويس جدا مش وحش. اما تيجي تصلي تهجد تاني، سواء هتصلي مع الامام او هتصلي لوحدك، ما توترش مره تانية. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله، ما تصليش وترين في ليله واحده. يبقى اما تصلي الوتر في اول الليل مع التراويح، او لو انت هتصلي التراويح اللي هم ال8 ركعات وتخلي ال3 ركعات بتوع الوتر في اخر الليل، فده الافضل. بس الامام هو اللي هيربطك بكده، فانت هتصلي مع الامام. الامام يا جماعه قال لك ان شاء الله هنخلي الوتر في اخر الليل، طب الحمد لله شكرا نعم الامام، تشكر والله العظيم. وبعد كده تروح تصلي بقى ايه، يا اما لوحدك في البيت التهجد زي ما قلنا امبارح لو انتوا فاكرين، او تصلي مع الامام في المسجد التهجد لو انت عايز، كيف ما شئت افعل. وساعتها تصلي الوتر اللي انت ما صليتوش خلاص. لكن لو هتصليه في اول الليل ما تصلوش في اخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله. مهم جدا انك تعمل شير للفيديو ده. ليه؟ عشان غيرك ينتفع بالكلام ده، لان في ناس معتقده ان في صلاه اسمها صلاه الشفع، فنقول لهم لا احنا عاوزين صح المفاهيم. صلاه الليل مثنى مثنى، كل ده اسمه شفع شفع شفع. اي ركعتين في الدنيا اسمهم شفع لانه مجوز، وركعه وتر اللي احنا عارفينها دلوقتي. وعشان بعض الناس بتسال هو ليه بنصلي الوتر مره هنا ومره هنا، فاحنا عرفنا ازاي بنصليها وهيئتها ازاي.
وليك صورتين في صلاه الوتر، انك انت تصليها مره اول 3 ركعات ممكن بتشهد واحد، دي صوره ممكن تعمل بيها. او الصوره الثانيه ان انت تصلي ركعه واحده بس وتر لوحدها. تحت الفيديو دوت في لينك مهم جدا لبرنامج اسمه ختمه. البرنامج ده فيه قران كريم وفيه اذكار الصباح وفيه اذكار مساء وفيه اذكار انت اكيد محتاجها. انا عاوزك تخش على البرنامج ده وتنزله عشان هتستفاد بيه ان شاء الله. واوعى تنسى تعمل الشير، فالشير مهم جدا، فالدال على الخير كفيل، عشان تنفع غيرك. وما تنسوش تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.